طبعا انت بيخطر في بالك دلوقتي سؤال مهم جدا، هو فيلسوف مين ده اللي قدر ينشر فكرة التحرر الاقتصادي والسياسي في العالم كله ده؟ ده عفريت ايه ده يا جدع انت؟ الحقيقة الفيلسوف ده هو فيلسوف مشهور جدا، بس مش عندنا هنا، بره مشهور قوي. جون لوك هو من اشهر الفلاسفة الانجليز اللي قدرت تنشر فكرة الليبرالية في العالم كله، ليبرالية سياسية وليبرالية اقتصادية. الحقيقة الحلقة بتاعتنا النهاردة مختلفة جدا، لأن احنا هنتكلم عن جون لوك رائد الفكر الليبرالي في الدنيا دي. جون لوك حلقته هتكون طويلة، فهات لك بقى كوباية شاي كده وركز معايا علشان تفهم اللي حواليك ده كله ماشي ازاي أصلا، يعني سياسات العالم والاقتصاديات الحرة دي بتبقى ماشية ازاي أصلا. الحقيقة جون لوك ليه أكتر من نقطة هنتكلم فيها النهاردة في الفيديو، فخلينا بس قبل ما نبدأ كده خليك تعمل شير ولايك سبسكرايب قبل ما تنسى، متنساش تشغل الجرس علشان يجيلك الحلقات اللي بعملها أول بأول وأنت هنا في الفيلسوف. ويلا بينا نبدأ. جون لوك. جون لوك بصراحة هو اتكلم في أكتر من نقطة، أهمهم هم 4 نقط. أول حاجة مفهوم الحكومة الشرعية. يعني إيه؟ يعني جون لوك كان من أكتر الفلاسفة اللي حاولت تغير فكرة إنه ما ينفعش الحاكم يكون ديكتاتور. يعني ايه ديكتاتور؟ يعني حد مستبد بالحكم، يعني حد بيعمل اللي هو عايزه في الشعب ومفيش حد بيقول له انت بتعمل ايه ولا رايح فين ولا جاي منين. لا، جون لوك كان بيقول ان لازم السلطان او الحاكم اللي يحكم البلد دي يكون بالنيابة عن الشعب. الشعب هو اللي يعينه، مش العكس اللي يحصل. الشعب هو اللي في ايده يعين ويعزل، مش العكس. ما ينفعش الحاكم هو اللي يعمل كل حاجة في البلد وما يرجعش لأي حد في الشعب. لا، ده مش صح. هو بيقول ان انسب نظام للحكم هو النظام الديمقراطي وليس الديكتاتوري. تمام. دي كانت اول بذرة جون لوك رماها، وبصراحة ولعت الدنيا كلها. ايه يا عم انت اللي انت بتقوله ده؟ ما احنا كنا ماشيين يا عم انت في عصر توماس هوبز والحاكم كان مستبد وكان هو خليفة الله على الارض وما كانش حد بيقول له حاجة. ايه يا جون لوك اللي انت بتقوله ده؟ ده لسه استنى، ده التقيل جاي كمان. فلسفته حول الحرية الشخصية. جون لوك كان دايما مناصر للفرد على حساب الحكومة. يعني ايه؟ يعني بسبب اللي هو شافه في عصر انجلترا والثورة اللي كانت قوية جدا بين الكاثوليك والبروتستانت في الوقت ده، وطبعا ظهور وبروز مارتن لوثر كينج في الوقت ده على الساحة وخلى المجال الديني يولع في اوروبا. هو كان بيقول دايما ان هو كان في سنة كده ان هو بيحب الفرد على حساب الحكومة. ليه؟ لان هو بيشوف ان الفرد ده هو الاساس اللي في المجتمع، مش العكس. الفرد ده هو اللي عامل الحكومة. الفرد ده فيه منه 1 و2 و3، كل دول بيعملوا المجتمع، كل دول بيعملوا الحكومة، مش العكس. انت ما بتمنش عليا كحكومة، لا، انا كشعب هو انا السبب، انا اللي بقدر اوصل صوتي، فخليك انت الحكومة، فخليك انت الحاكم، فخليك انت اللي تحكمني، مش العكس. فاهمين؟ طيب. تأييده لفكرة الليبرالية. موضوع الليبرالية ده هنتخانق فيه كتير، فحاول كده تركز فيه معايا لانه مهم قوي. الليبرالية يعني عند جون لوك هي نوعها شوية مختلف خالص. يعني ايه؟ يعني هو كان مؤيد قوي لفكرة الحرية. يعني ايه؟ يعني انا كمواطن تعبت مثلا في ان انا اجيب التفاحة من على الشجرة، فبما انك تعبت في ان انت تجيب الحاجه فهي بقت ملكك. ده بالنسبه لجون لوك ده مثال بسيط قوي يفهمك الراجل ده كانت دماغه عامله ازاي في وقتها. انا اهو، تاني تعالى بعيد المثال، انا اهو مواطن تعبت وعايز اجيب التفاحه دي من على الشجره، انا طلعت على سلم وجبت التفاحه وكلتها، خلاص التفاحه دي بقت ملكك. جينا هنا لنقطه حق التملك او حق الملكيه. طبعا الملكيات هو قسمها في اكتر من كتاب ليه ملكيه خاصه وملكيه عامه، لكن آه، ده الكونسبت بتاع جون لوك. بما انك اجتهدت وتعبت في العمل ده فانت بقيت صاحب العمل ده. فاهمين؟ فهو كان بسبب بقى النقطة دي الناس كلها بدأت تحاول تفهم الكلام بتاع جون لوك، ان هو الراجل يا عم انت مختلف، انت مختلف عن اللي فات. مش كان كل حاجة الانسان بيعملها صح وما ينفعش نغلطه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه اللي البني ادم يجتهد فيه ويتعب فيه يبقى بتاعه؟ فالناس حست ان في فكر جديد دخل عليهم. وتكملة بقى لباقي الفيديو علشان يعني نبقى قفلنا اللعب خالص عند الراجل ده. جون لوك حاول يحدد الدور الأساسي للحكومة. طب يا فادي هو حددها ازاي؟ حددها عن طريق ان خلى دور الحكومة يكون مقتصر بس على حماية الأفراد، حماية سلامتهم.
حماية ممتلكاتهم اللي في المجتمع، ان هم مثلا لو اتنصب عليهم يجيبوا لهم حقوقهم، بس كده مش اكتر. مش معنى ان انت حكومة تستبد بيا كمواطن، او ان انت تيجي عليا كشعب، لا. خلى الشعب هو مصدر القوانين واساس السلطة التشريعية. يعني ايه؟ يعني انا كشعب، انا كمواطن اللي بجيب الحكومة، انا اللي بنتخبها، انا اللي بخلي الحكومة دي هي اللي تحط قوانين، مش العكس. والقوانين دي في حاجة كمان، القوانين دي انا لازم كشعب اوافق عليها قانون قانون، علشان في الاخر ما اقومش بثورة عليك واخلعك من الحكم. انتوا متخيلين الجبروت بتاع جون لوك كان واصل لفين؟ فجون لوك كان في مجتمع، بسبب طبعا الثورات اللي ما بين الكاثوليك والبروتستانت عاملين زي الفلفل والشطه كده. هو كان دايما بيحاول يهدي الدنيا. عشان كده عمل كتاب اسمه التسامح، التسامح في الدولة. وكان هدفه ان هو يهدي الدنيا ما بين الناس، ويا جماعة لا، احنا ناس عقلة، وممكن نعمل عقد اجتماعي بيننا وبين بعض، والدنيا تبقى لطيفة، وانت تبقى مرضي وانت كمان تبقى مرضي، والدنيا تبقى. طبعا في وقتها ما تسمعش الكلام ده خالص. في الوقت ده ما تسمعش خالص، غير سنة مثلا 1680 حاجة كده. يعني بدأنا نسمع صوت ان في كتابات لجون لوك بدأت تظهر على الساحة، والكتابات دي كانت مهمة ومؤثرة جدا بصراحة. انت مش هتفهم بس السياسة والاقتصاد ماشي ازاي من خلال كتب جون لوك، لا، انت هتفهم احنا كبشر بنتعامل مع بعض ازاي من خلال الكتابات دي كمان. يعني مثلا جون لوك كان كاتب كتاب اسمه مقالة حول الحكومة المدنية. انت واخد بالك؟ الحكومة المدنية مش الحكومة المطلقة، لان هو حاول برضو يحدد من فكرة ان الحكومة تبقى مستبدة بالناس. ما حبش ابدا ان الحكومة هي اللي تسيطر على الشعب، حب العكس. عشان كده بقولك هو خلى الشعب مصدر للقوانين واساس للسلطة التشريعية. الشعب هو الاساس، مش العكس، مش الحكومة، مش الحاكم. انا كشعب بعينك، انا اللي بجيبك، انا اللي بوديك، انا اللي بعمل فيك اللي انا عايزه. علشان لو انت في مرة قلت معايا وما عجبتنيش وما لبتش، يعني ما حمتنيش وما لبتش رغباتي، هقوم بثورة عليك، والثورة دي هتتسمع، واقدر اعزلك، واقدر اعين واحد تاني مكانك. كل ده ادى لانفجار فلسفة جون لوك، مش بس في انجلترا بلده الام، لا، في اغلب دول اوروبا. علشان كده الامريكان بالذات مسميينه فيلسوف امريكا الاول. ليه فيلسوف امريكا الاول؟ احنا دي نظن احنا عارفين دلوقتي ليه فيلسوف امريكا الاول. لان هو صاحب رائد الفكر الليبرالي السياسي والاقتصادي في الدنيا كلها، جون لوك. علشان كده انا بقولك في اول الحلقه السؤال اللي بدات بيه هو مين الفيلسوف اللي خلى الدنيا تبقى ماشيه كده دلوقتي؟ هو جون لوك. اول واحد حط البذره هو الراجل ده. حط بذره ايه؟ ان انت ما ينفعش تكون مسيطر عليك، ان انت ما ينفعش تكون فوقيك حاكم مستبد وانت قاعد مش راضي ومتقدر وخلاص. لا، انت ليك حق ان انت تعبر عن رايك، وليك حق الثوره. وهيكون في عقد اجتماعي ما بين الحاكم وما بين المحكوم، والعقد الاجتماعي ده هيبقى بيننا احنا الاتنين. والعقد الاجتماعي ده هينص ان انت كحاكم تلبي رغباتي، وانا كمحكوم هديلك الفرصه ان انت تحميني. والعقد الاجتماعي هيكون ما بين يعني وين سيتويشن ما بين الحاكم والمحكوم، مش من طرف واحد بس زي ما قال توماس هوبز. يبقى ارجع لحلقه توماس هوبز، هسيبها لك تحت في الديسكربشن. توماس هوبز كان بيقول ان العقد الاجتماعي بين طرف واحد بس هو الشعب اللي محتاج للحاكم، الشعب اللي محتاج للملك. عشان كده توماس هوبز كان فيلسوف استبدادي بيحب فكره الحكم المطلق، عكس جون لوك. هو بيقول لا يا جماعه، العقد الاجتماعي هو عقد شرعي. يعني ايه شرعي؟ يعني ما بين طرف وما بين طرف، الطرف ده راضي والطرف ده راضي. لو حد من الطرفين نقض بند في العقد، حق للشعب الثورة على الحاكم. وده طبعا يعني قلب الدنيا في وقتها. انت ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ انت بتقول كلام جديد علينا، احنا مش فاهمينه. لكن بعدين بعد تطور الوقت شوية، بعد ما جون لوك مات في 1704 مظبوط. جون لوك توفى 1704. كان خلاص بقى الناس بدأت تحس ان الراجل ده هو كان بيتكلم صح، بس احنا اللي مش فاهمينه، احنا اللي لسه ما وصلناش لدماغه. طبعا طور كتير في الاسطول الامريكي بسبب الكلام بتاعه. كانت يمكن اكتر البلاد اللي اثر فيها كانت امريكا وانجلترا وايطاليا ودول غرب اوروبا يعني بشكل عام. ليه؟ لان هو كان صاحب فكر تنويري في الوقت ده، انه يا جماعة احنا قاعدين في اوضة ومش عايزين نخرج من الاوضة دي. وفكرة ان الحاكم ده هو حقه الطبيعي، حق الهي ان هو يحكم الشعب ده، دي خلاص بطلت. ادم معاه مات، والوصية اللي ربنا كان مديها له خلاص كمان انتهت. ما ينفعش
ما ينفعش ان احنا كل ما حاكم تاني يجي يقول خلاص ده خليفة الله على الارض. لا، طب ربنا ادى وصيته لادم بس، فاهمين؟ ربنا ادى وصيته لادم بس، مش لكل البشر اللي جايين من بعد ادم. هي دي بقى النقطة المفصلية لحالة الطبيعة الاولى للانسان عند جون لوك. هو كان بيقول ان الطبيعة الانسانية ميالة للسلام، فبما انها ميالة للسلام هي اي حاجة هتعملها هتبقى تمام، صح؟ هو جه بقى قال لك لا ده ما ينفعش. عشان كده بنرجع لفكرة الحكومة الشرعية. لازم يكون في حد بيحط القوانين، حد قائم على التشريعات، مش ماشي عشوائي خالص. عرفنا ده من امتى؟ من ساعة ما جون لوك كتب كتبه المهمة. تمام؟ يبقى تعالى راجع معايا تاني علشان الدنيا عندك ما تبصش في الفيديو ده، ونصيحة مني راجع كتير الفيديو ده، لان جون لوك هو من اهم الفلاسفة اللي انت هتقرا وهتسمع عنهم. سيب لك مراجع جهنمية تحت في الديسكريبشن. اول حاجة احنا بنتكلم عن مفهوم الحكومة الشرعية. هو كان بيقول ان الحكومة لازم يكون هي المشرعة للقوانين، فبما انها هي المشرعة للقوانين احنا هنكون اللي موكلين الحكومة دي ان هي تشرع القوانين، مش حد تاني. تمام؟ فبما اننا احنا اللي موكلين، فاحنا عندنا الوعي الكافي كبني ادمين كمخلوقات عاقلة ان احنا نأيد حد او نديله البرميشن ده ان اتفضل انت حكمنا. تمام؟ دي اول فكرة واول نقطة مهمة جدا. تاني حاجة فكرة الحرية الشخصية، وهو بيرجعها للطبيعة الاولى للانسان، ان البني ادم كان في الاول اي حاجة بيعملها صح. دلوقتي لا يا حبيبي تعالى، ده في قانون هيحاسبك، في شرعية انت حاططها لنفسك، في قوانين انت ما ينفعش تعديها، في خطوط حمراء ما ينفعش تعديها. تالت حاجة تأييد الفكرة الليبرالية. ليه تأييد الفكرة الليبرالية؟ لأن هو كان بالنسبة له ومن وجهة نظره الشخصية إن الاقتصاد الحر والسياسة الحرة هي مصدر التطور. احنا مش هنتطور غير لما كل واحد يبدع في المجال بتاعه، غير لما كل واحد يبقى حر، ميبقاش في حاكم فوقيه هو المتحكم بحق إلهي. دي الأكذوبة اللي عاشت فيها العصور الوسطى في أوروبا بشكل كبير يعني. رابع حاجة والأخيرة تحديد الدور الأساسي للحكومة. قلت لك إن في أول الفيديو إن هو كان ميال قوي للفرد. ليه للفرد؟ لأن هو كان بيشوف إن الفرد هو أساس المجتمعات وليس الحكومة هي أساس المجتمعات. الفرد هو اللي بيحدد مين يحكم ومين يمشي، مين يفضل موجود ومين لأ. الحقيقة جون احنا ابتدى بالأربع نقط دول. احنا كده جاوبنا على السؤال الأساسي في أول الحلقة، اللي هو ازاي فيلسوف واحد قدر ينشر الفكر الليبرالي السياسي والاقتصادي في الدنيا كلها زي ما احنا شايفينها دلوقتي. وديك عرفت الإجابة، هو جون لوك. المصادر طبعا بتاع الحلقة عشان ما اطولش عليك: مقالة حول الحكومة المدنية، النظرية السياسية التانية اللي قلبت الدنيا في أوروبا الوسطى. تمام؟ ده كده كان جون لوك. وفي الآخر ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة وشغل الجرس بتاع التنبيهات علشان يجيلك الفيديوهات اللي بعملها أول بأول. واستنوني في حلقة جديدة من الفيلسوف. سلام.